تعرف ان 90% من البالغين حوالين العالم بيستهلكوا الكافيين بشكل يومي؟ مش هي دي المشكلة. المشكلة ان 1 من كل 4 من الناس دي بيعاني من اعراض انسحاب خطيرة لو حاول انه يوقفه. انا اسامة الجزار، وفي الفيديو دوت هنقرا الفنجان مع بعض، وهعرفك الجانب المظلم للكافيين، وهتعرف ان الكافيين ممكن يغير حياتك حرفيا، ولكن للأسوأ. بتصحى الصبح ساعات مرهق مع انك نايم 8 ساعات كاملين؟ طيب هل فكرت ان ممكن يكون السبب فنجان القهوة اللي شربته امبارح بالليل؟ القهوة ليها حاجة اسمها عمر نصفي، واللي بيوصل من 5 ل 7 ساعات. طب يعني ايه الكلام ده؟ ده معناه ان انت لو شربت كوباية القهوة الساعة 6 المغرب مثلا، فلغاية الساعة 1 بالليل جسمك بيكون لسه فيه نص كمية الكافيين اللي انت شربتها، وده ممكن يمنعك من اهم مرحلة في النوم، واللي اسمها مرحلة النوم العميق. المرحلة دي جسمك بيحتاجها علشان خاطر يستعيد الطاقة ويجدد الخلايا التالفة. الكلام ده طبعا بيحصل اكتر لما بتكون متعود انك تشرب قهوة في وقت متأخر، فتلاقي نفسك داخل في دايرة مفرغة، تصحى مرهق فتشرب قهوة وفنجان في التاني على مدار اليوم، تلاقي نفسك بالليل مش عارف تنام كويس، فتصحى تاني يوم مرهق وعايز تشرب قهوة وفنجان في التاني، وهكذا. اللي بيحصل في الحالة دي ببساطة هو ان جسمك بيبتدي يدخل في لعبة جديدة اسمها الإدمان. جربت مرة تشرب فنجان قهوة عشان خاطر تصحصح أو تسهر فلقيت نفسك نمت؟ بص يا صديقي، جسمنا فيه مادة اسمها الأدينوسين، وظيفتها إنها بمرور الوقت على مدار اليوم تبتدي تزيد في الجسم فتخليك تحس بالنعاس. الكافيين بقى بيجي يقفل مستقبلات المادة دي في الجسم، فمخك في الحالة دي مش بيحس بالنعاس وبتلاقي نفسك فايق. وده بالظبط اللي شرحناه في أول حلقة من السلسلة. لكن مخنا ذكي والكلام ده ما بيدخلش عليه. لما بيلاقي ان مستقبلات الادينوسين مش شغاله بكفاءه كويسه، فبيبتدي يزود عدد المستقبلات دي في الجسم عشان خاطر يقدر يشعر بالنعاس. فتلاقي نفسك بعد فتره كده فنجان القهوه ما بقاش بيكفي، ما بقاش بيعمل معاك نتيجه، تحتاج ان هو يبقى 2 وبعد كده 3 وهكذا. وده اللي بيوصلنا لمرحله اسمها التحمل او التوليرانس. في المرحله دي انت مش بتشرب القهوه عشان خاطر تفوق، انت بتشرب القهوه علشان تهرب من الصداع والارهاق اللي سببته لك القهوه نفسها. ولو بعد اللي قلته لك ده كله لسه مش واخد بالك، فاحب اقول لك ان ده ادمان صريح، وعلشان كده لو فكرت تبطلها اعراض الانسحاب هتخليك تندم. لو قررت في يوم انك انت تبطل القهوه، جسمك مش هيسيبك في حالك وهيواجهك باعراض انسحاب ما كنتش تتوقعها. هتقول لي احنا بنتكلم عن القهوه مش مخدرات يا عم اسامه، اعراض انسحاب ايه؟ هقول لك عارف، بس ده مش كلامي، ده كلام دليل التشخيص الامريكي، واللي اعتمد اعراض انسحاب الكافيين كحاله طبيه رسميه. اهم الاعراض دي واشهرها هو الصداع، وده نتيجه لتوسع الاوعيه الدمويه، وهقول لك ليه قدام الكلام ده بيحصل. تاني عرض وبرضه مشهور جدا هو الخمول والارهاق، وده بسبب فيضان الادينوسين اللي كان الكافيين حبسه وقافل المستقبلات بتاعته. وتالت حاجه كمان هي العصبيه وتقلب المزاج بسبب الخلل في افراز بعض الهرمونات زي الدوبامين والسيروتونين، ودول اللي كان الكافيين بيساعد في افرازهم بكميه اكبر من العادي. ونتيجه لكل ما سبق فطبعا بيحصل ضعف في التركيز. الاعراض دي ممكن تظهر بعد 12 ساعه وممكن تستمر معاك لاسبوع كامل. بس عشان خاطر الادمان يكون مكتمل الاركان، ما ينفعش ان التاثيرات كلها تتركز على المخ والحاله النفسيه، في تاثير مباشر ومخيف على حاجات تانية خالص في جسمك زي قلبك ومعدتك وقولونك المسكين. لكن قبل ما اعرفك كل ده واقول لك بيحصل ازاي، عاوز اقول لك ان 90% من اللي بيشوفوا فيديوهاتي مش مشتركين في القناه. فلو حاسس ان المحتوى ده عجبك، انزل اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو، وتعال عشان خاطر اقول لك معشوقة القلوب هتعمل فيها ايه. عمرك سألت نفسك ليه بتحس ان ضربات قلبك قوية او سريعة بعد ما تشرب قهوة، وخصوصا لو كانت الكمية كبيرة؟ ده لان الكافيين بطبيعته بيسبب انقباض في الاوعية الدموية، وده بدوره بيخلي القلب يبذل مجهود اكتر عشان خاطر يقدر يضخ الدم لجميع اجزاء الجسم. عشان كده الصداع كان من اهم اعراض الانسحاب لما بتيجي تبطل كافيين، لان الاوعية الدموية بتبتدي توسع وترجع لوضعها الطبيعي تاني. مش بس كده، بيجيلك حموضة باستمرار او عندك القولون باستمرار فيه تقلصات. عاوز اقول لك ان ده ممكن يكون بسبب القهوة، لان القهوة بتزود افراز احماض المعدة، واللي بدوره بيزود احساسك بالحموضة والالتهابات بعد ما بتشربها، وخصوصا لو كانت على معدة فاضية. مش بس كده، في ناس بتقعد على الكافيه تشرب القهوة الجميلة واحدة في التانية، تقوم من على الكافيه تحس ان هي متوترة ومشدودة وعايزة تتخانق مع اي حد في الشارع. ده برضو ليه علاقة بالقهوة،
لان القهوه بتزود افراز هرمون الكورتيزول، والهرمون ده هو السبب الرئيسي لاحساسنا بالتوتر لما بيزيد في الجسم. فتلاقي نفسك بدل ما انت بتشربها عشان تروق مزاجك، بتشربها من هنا وتتخانق مع دبان وشك من هنا. صباح الخير يا بوسكا يا فندم. صباح الزفت. وطبعا كل اللي قلناه ده ينطبق على الاستخدام المفرط او الخاطئ للكافيين. يعني الفرق ما بين الفوائد والمخاطر هو الجرعه والتحكم. الكافيين مش عدو ولا حبيب، هو زي السكينه، ممكن تستخدمها عشان خاطر تقطع بيها تفاحه، وممكن برضو تجرح بيها نفسك لو ما بتعرفش تستخدمها. وده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه ان شاء الله. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو لو عجبك. سلام.